الأخوان اللي يتضجرون من الزحمة المرورية في مختلف بلدان العالم، شوفوا الآن الساعة كم؟ 6:30. المباراة انتهت من 5، يعني صار لها كم؟ ساعة ونص منتهية. شوف الزحمة. هنا في أمريكا طبعا في نيويورك بعد نصف نهائي كأس العالم للأندية، مباراة تشيلسي وفليمنينز. شوف الزحمة، شايفين كيف؟ الشارع يكاد يكون واقف. شوفوا، شايفين الزحمة؟ شوف لسه ما انتهينا، في أكثر، بعد ساعة ونص من المباراة. شوف الطرق الرئيسية كيف. أوريكم أكثر. شوفوا، أوريكم أكثر. فموضوع زحمة السيارات أنا شفته في كل بلدان العالم، حتى البلدان اللي تعتمد على المواصلات العامة زي بريطانيا برضه بعد المباريات زحمة الشوارع في كل بلدان العالم، لأنه أنت تتكلم عن كثافة 70,000 60,000 80,000 لما يخرجوا دفعة واحدة. طبيعي. أفضل مواصلات شافتها عيني واستفدت منها شخصيا كانت في ألمانيا. وليش ألمانيا؟ ألمانيا عندهم الخيارات متعددة، عندهم خيار القطار، بعدين عندهم الباص اللي يوصلك إلى حد الملعب، بعدين عندهم المواقف الكبيرة للسيارات، بعدين عندهم التاكسي، بعدين عندهم شيء جدا مهم اللي هو الدراجات. دراجات مليانة حول الملعب، تقدر تستاجرها بالجوال بتطبيق أوبر، تحجز دراجة تاخذها تمشي فيها 10 20 25 نص ساعة ما في مشكلة لين توصل لمشوارك، لأن في مسارات مخصصة للدراجات بشكل كبير داخل المدن في ألمانيا. وعندك خيار السكوتر برضه. الخيارات المتعددة هذه تخفف الزحمة. مع ذلك عندهم زحمة سيارات كبيرة جدا في ألمانيا، يعني زحمة السيارات موجودة في كل دول العالم، بس أنا شفت أفضل نموذج كان ألمانيا، وخاصة موضوع الدراجة. كنت أروح للملعب وأرجع إلى الفندق بالدراجة، نص ساعة بالدراجة مستمتع، أوقف أشتري شيء، أخذ لي مشروب، أروح مطعم، كله بالدراجة ومستمتع فيها.